السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال وفي اتم الصحة والعافية. اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم السفنج. كيجي هائل، غادي يبهرك النتيجة ديالو بدون دلك ولا مجهود. كيف ما غادي تلاحظوا معايا كيجي رائع وكيجي مفشفش، وكيف ما كتشوفوا نتو كتسمعوا القرمشة ديالو كيجي هائل. كيف ما كتشوفوا كيجي مهوي، كيجي كيف ما كتشوفوا راه النتيجه كتشوفوا فيها البنات كيجي رائع. البنات غادي تبهركم النتيجه ديالو، وكيجي مخرج وما كيجيش شارب الزيت. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ديالي دعموني باللايك، ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه تشتركوا في القناه، وهذا فضلا وليس امرا. خليوا لي شي تعليق يكون محفز وندوز ان شاء الله المقادير. عندي 3 الكيسان ديال الفورس وكاس ديال الفينو كيف ما كتشوفوا. وانا للامانه البنات راه زدت كاس اخر لان جاني قليل، وزدت كاس وكنصحاب راسي كنصور لقيت راسي ما كنصورش. المهم عندي 4 ديال الكيسان ديال الفورس وكاس ديال الفينو. المهم نتوما على حسب كل واحد على حسب الافراد ديال الاسره ديالو. صافي كيف ما شفتوا غادي نغربلوهم، وغادي ندير واحد الحفيره الوسط. غادي نضيف شويه ديال السكر، واحد المعلقه صغيره معامره ديال السكر. كنحاول ما نكثروش السكر باش ما كيجيناش دغيا كيتخطف لينا في الطياب. والملحه على حسب الذوق. وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الخميره. نتوما على حسب الجو، الا كان الحال بارد غادي نقوي شويه الخميره، الا كان الحال سخون غادي نديروا القياس. صافي كيف ما شفتوا شويه ديال المدافي. صافي هادو هما المقادير اللي عندنا البنات، وراكم شفتوا النتيجه ديالو كيجي هائل، كيجي احسن من ديال الزنقه وبلاد بدون دلك. يعني ما غاديش ندلكو. كيف ما غادي نشوفوا معايا راه كتجي النتيجه رائعه، وغادي ان شاء الله يولي هو المعتمد عندك. صافي كيف ما شفتوا غادي نديروا شويه ديال المدافي، وغادي نحاولوا هكذا نعجنوا. نتوما غادي تشوفوا القوام ديال العجينه غادي تكون شويه جاريه. صافي وكنبداو نخدموه. نتوما غادي تشوفوا معايا المدافي شويه. صافي وكنبداو على بركه الله غادي هكذا نعجنوا. صافي كيف ما شفتوا كنخليو كنجريه من الاول. كيف ما شفتوا على هذا الشكل هذا هو القوام ديالو. نجريه من الاول باش ما يعني باش نبقاو ندركو هكذا غير كنخبطو هكذا بيدينا. هذا هو الدليك ديالو. ولكن راه كيبغي واحد يعني واحد المده ديال تقريبا واحد ربع ساعه وحنا كندلكو على هذه الطريقه هذه. صافي غادي نزيد واحد الرشه صغيره، وغادي نخدم شويه، وغادي نخليه تقريبا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق حتى كترتاح العجينه وكتعطينا الطوع. وعاد كنرجعوا ندلكوها مزيان. هانتوما غادي تشوفوا معايا. صافي دابا غادي نحاول هكذا ندمج هاد شويه ديال الماء اللي ضفت. صافي على هاد الشكل. وغادي نخليه هكذا في القصريه. غادي نخليه هكذا واحد تقريبا 5 دقائق اولا 8 دقائق. صافي ونرجع ليه. ديك الساعه غادي تولي العجينه كطلع يعني كطوع وكطلق لينا الخيط. صافي هذا هو الدليك ديالو البنات. ما كندلكو ما كنديرو حتى شي حاجه. صافي هذا هو الدليك ديالو على هذا الشكل. صافي دابا غادي نخليه وغادي نرجع ليه. نتوما معايا صافي كيف ما شفتوا من بعد ما خليته تقريبا واحد 5 دقائق ولا 8 ديال الدقائق. صافي غادي نرجعو ندلكو. كيف ما شفتوا راه طلقات ليا الخيط وعطاتني الطوع. صافي وكنبقاو هكذا نخبطو. كنبقاو هذا هو الدليك ديالو البنات. وداك الكاس ديال الفينو كيخليه يجينا مقرمش، ما كيجيناش هكذا دغيا كيطرخى. كيعطينا ديك القرمشه. صافي كيف ما شفتوا على هذا الشكل. كنبقاو هكذا نخبطو على هذا الشكل حتى كنحسوا بالعجينه ديالنا طاعت، ولات لينا بحال المسكه تقريبا. وهذا هو السر في السفنج باش كيجينا زوين. هذا الدليك ديالو خاص العجينه تكون خفيفه. ما تكونش الا كانت ثقيله غيجينا السفنج ثقيل وما يجيناش مهوي من الداخل ويجينا. صافي كيف ما شفتوا راه كنتسرح وكنعاود ندلك، كنتسرح ونعاود هكذا نخبطها بيديا. صافي كنبقاو مستمرين
حتى كنحسوا بالعجينه ديالنا طلقات لينا وعطاتنا الطوع. صافي قد ما دلكتوها البنات قد ما كيجينا زوين وكيجينا هكذا مفشفش وكيجينا هكذا مخرج من الداخل. كنصحكم بهذه الطريقه هذه لان جات رائعه، بهرتني النتيجه ديالو صراحه، جا هائل، جا احسن من ديال الزنقه. وكتعرفي راسك شنو كتاكلي. صافي هذا هو القوام ديالو كيف ما شفتوا. كتبقى العجينه هكذا شويه جاريه. صافي غادي ناخذ واحد البول اولا واحد السوبيره. كيف ما شفتوا البنات. صافي وغادي هكذا نديرو في السوبيره ديالي. نحاول نجمع العجينه كامله. صافي كيف ما شفتوا غادي نخليه هكذا حتى كيخمر ويضاعف الحجم ديالو، وعاد نرجع ليه باش ان شاء الله غادي نشكلوه معكم ان شاء الله. فكنتمنى تدعموني، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يشترك ويخلي لي شي تعليق يكون محفز. صافي كيف ما شفتوا دهنت هكذا شويه ديال الزيت. كيف ما شفتوا العجينه راها كيف ما شفتوا دايره هذوك النبيله ديالها، راه ناجحه العجينه ديالو. هو السر خاصها تبقى تخبط فيها مزيان باش كيتهوى لينا العجينه، كتهوى كيجينا مخرج من الداخل. صافي غادي نغطيه ونخليه حتى كيخمر ويضاعف لينا الحجم ديالو. صافي كيف ما شفتوا ها هو الشكل ديالو من بعد ما ضاعف ليا الحجم ديالو. غادي ندوز ان شاء الله باش نشكلو. غادي ناخذ واحد البلاطو اللي غادي ندهنو بشويه ديال الزيت. نحاول نديكازي العجينه ديالي. كما شفتوا راه العجينه جاريه، ضروري كنستعمل بشويه ديال الزيت. خديت واحد البلاطو اللي دهنته هكذا بالزيت باش كيساعدني هكذا. الزيت ضروري كنديرو زيت باش العجينه كتلصق بزاف. شفتوا درتو في زليفه. وغادي ندوز باش نشكلها. ضروري كنستعملوها البنات بالزيت. صافي هكذا كنديرو هكذا قريصات كندير قريصات وكنحط. كيف ما شفتوا على هذا الشكل. وكنبقى مستمره حتى نكمل الكميه اللي انا محتاجاها على حساب الافراد ديال الاسره. هو ما كيبغيش يبقى بزاف، صافي خصو يطيب يتكال، لان الا بقى برد كما كيبقاش زوين، خاصو يتكال سخون. وحتى الا بقات العجينه ديالو كديريها في الثلاجه وكتخليها حتى الغد ليه وكتخبزيها، كيجي رائع، كيجي مقرمل اكثر من ملي كيخمر. هو قد ما خمر مزيان قد ما مزيان. كتخليه هكذا في الثلاجه وكتخليه حتى الغد وكتعاودي تقليه، ما كطرى ليه حتى شي حاجه، بالعكس كيجي مقرمش بزاف من برا، احسن من دابا ملي كتكوني يلاه صوبتيه. هو قد ما خمر قد ما كيجي زوين. صافي كيف ما شفتوا غادي نبقى مستمره حتى نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي. هكذا كندهن يدي بالزيت وكندير هاد القريصات. كنحاول نديرهم يعني حجم قد. الا جربتوها البنات غادي يولي هو المعتمد عندكم. ما غاديش تبقاو تشريو من الزنقه نهائيا، لان كيكون الزيت خايب ديال الزنقه. وهذا اللهم كتوجدي لوليداتك هكذا في الدار وكتعرفيش راسك شنو كتعطي لوليداتك. صافي كيف ما شفتوا راني مستمره حتى نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي، وندوز باش ندير الحمام ديال الزيت. كنخليه تقريبا واحد 10 دقائق حتى
يعني كترتاح العجينه مزيان. وعاد كندوزو باش نقليوه. صافي من بعد ما يعني ساليت خديت الكميه اللي انا محتاجه بها. صافي كنخليها هكذا واحد تقريبا 10 دقائق، كنخليوه حتى كيرتاح شويه وكيزيد يتسلق مزيان. وعاد ندوزو باش نقليوه ان شاء الله. وانتم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي يجي. غادي يجي زعما جا هائل وجا زوين بزاف. صافي خديت واحد المقله اللي هي صغيره، ما كثرش فيها الزيت بزاف، وكضروري كنستعملوا بشويه ديال الزيت. صافي وكنبداو هكذا نقرصو وكنديرو هكذا في المقله الاولى حتى كتشد راسها شويه. وعاد درت واحد الكاميله صغيره درت فيها حمام ديال الزيت، ضروري كيكون شويه الزيت كتير. صافي كيف ما شفتوا انا راه بديت، وكيف ما شفتوا كنخليوه حتى كيذهب اللون ديالو مزيان. صافي من بعد ما كتشد شويه هكذا كتبدا تنبل، كنديروها في داك الكاميله وكنبداو هكذا نخويو عليها الزيت من الفوق. كيف ما شفتوا حنا كنخويو هو كينبل وكيطلع على هذا الشكل كيف ما شفتوا. صافي كيف ما شفتوا راه الطياب ديالو راه جا محمر وجا مجمر، جا من داكشي رفيع ما نقولش لكم البنات، جا هائل وجا مقرمش. هو الصراحه خصك طيبيه صافي تاكليه. صافي وهانتوما معايا. هذا هو الشكل النهائي كيف ما شفتوا، كيجي هكذا منبل وكيجي زوين بزاف. صافي وكنبقاو مستمرين كنديروا في هذه المقيله هذه، كنديروا وحيده مني كتبدا طيب تبدا تنبل لينا كنحاولوا نهزوها ونديروها في المقيله الاخرى اللي عامره، وهكذا كنحاولوا نخويو عليها الزيت. ضروري كنخويو عليها شويه الزيت بشي معلقه باش حنا كنخويوه هو كينبل على هذا الشكل. وسمحوا لي البنات على الاضاءه لانني درتو في العشيه هكذا ومع الضوء شاعل الاضاءه كتكون شويه قليله. صافي على هذا الشكل. كنبقاو هكذا نحركو فيه مزيان حتى كيشد اللون اللي حنا باغيين، اللون يكون مذهب. صافي وهانتوما معايا. غادي نزيد معكم واحده اخرى. كيف ما شفتوا كنديروا المقيله هذه اللي فيها المقله اللي فيها الزيت قليل، كنديروها هي الاولى. صافي من بعد ما هكذا كيف ما شفتوا كتشد راسها شويه كنحاولوا نضيفوها في الكاسرونه اللي فيها الزيت بزاف، وكنبداو نضيفوا عليها نخويو عليها هكذا الزيت بشي معالقه على هذا الشكل حتى كتنبل لينا مزيان. صافي هذه هي النتيجه ديالو. كيف ما شفتوا راه جا زوين بزاف. كيف ما شفتوا الظل كيجي مع الاضاءه مع الضوء، ما الاضاءه ما الصراحه ما عطاتوش حقه لانه جا زوين بزاف وجا هكذا محمر وجا زوين. فكنتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. نتمنى ينال الاستحسان ديالكم وبصحتكم وراحتكم. الى ملتقى اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى فيديو قادم بحول الله.